تعادل في 3 مباريات. كرة على طول تاني عرضية، مباريات امس 11 هدف، تمشي على طول الكرة تاني رأسية، ادي انطلاقة ملعوبة رأسية تاني خطيرة، محاولة تمرير، هوبا والهدف الأول. الهدف الأول جول أول لصالح بنياس. الهدف الأول خوان باوزا. إذا خوان باوزا يسجل الهدف الأول لفريق بنياس، هدف جميل طبعا هيعطي أفضلية ويعطي شكل آخر. يسجل خوان باوزا، يسجل الهدف الاول الارجنتيني، نجم الارجنتيني يسجل اول هدف اللقاء. اذا خوان باوزا يسجل اول هدف اللقاء، يسجل باوزا لاعب القادم من نادي يوكرايوفا الروماني صاحب ال 28 سنه، يسجل اول اهداف بنياس في السيزون. اذا اول اهداف اللقاء بالنسبه لبنياس في هذا الموسم هو خوان باوزا، واول اهدافه طبعا في الدوري. شوف الكره الرأسيه موجوده، حمادي موجود والزحمه وعلى طول الهدف. ده بقى الهدف اللي هيشعل اللقاء وهيغير من شكل الاداء بالنسبه للفريقين. الان الجزيره متاخر بنتيجه هدف، وادي على طول باوزا. مامادو كولوبالي تخبط الكره الثانيه على طول في الامام لوسامبا، خطير جدا خطير جدا العرض. هو الثاني يا ولد العيب، يا الله الله. يوسف نيكيتي يسجل الهدف الثاني لبنياس، الهدف الثاني للفريق البنياس. يا الله يا الله، يسجل بنياس هدف ثاني جميل، هدف ثاني جميل. تراجع كبير في اداء نادي الجزيره في الشوط الثاني، وتطور كبير في اداء فريق نادي بنياس. طبعا يسجل هدف جميل جدا نيكيتي، يسجل هدف حلو قوي قوي قوي، يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني وسط خطأ كبير جدا. عدى من ريتشارد وعمل عرضيه جميله، روعه العرضيه، روعه الكره العرضيه جميله جميله جميله. لوسامبا عمل كره عرضيه حلوه، ويا ولد العيب يا ولد يا ولد العيب، كره جميله كرة جميلة. ويتقدم بنياس بالهدف الثاني، يتقدم بنياس بالهدف الثاني في مفاجأة الحقيقة من المفاجآت الكبيرة جدا في آخر يعني 13-14 دقيقة على شوط المباراة الثاني. في وقت الحديث بالنسبة للجزيرة على التعادل، الآن يأتي نيكيتي يسجل هدف جميل، هدف ثاني للفريق البنياس. البطايح، لأن البطايح هدت في أكثر من مناسبة في هذه المباراة. كرة ملعوبة، هذه خطيرة، باولو هنريكي بمر، أوه خطيرة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول. يسجل أناتولي، يسجل هدف المباراة الأول. الأحصنة السوداء بدأت بالخروج في هذه المباراة. البطايح يصل كما كنت أتحدث قبل قليل، كادوا أن يصلوا مع انطلاقة مجريات الشوط الثاني من ركلة الجزاء التي طبعا ألغاها حكم المباراة، لكن أناتولي يختار طريقا آخر إلى مرمى حسن حمزة، يختار الطريق الذي لا يمكن أن يلغيه حكم المباراة، ويسجل في مرمى الفرسان، في مرمى الفرسان. الأحصنة في مرمى الفرسان يسجلون هدف أول في هذه المباراة. باولو هنريكي، الله على هذا اللاعب، خطير جميل جدا، يسجل هدف أناتولي ويفتتح اللقاء، وبالتالي يحرج شباب الأهلي كثيرا من يحلمون ومن يبحثون عن العودة للقب مرة أخرى، يجدون انفسهم امام فريق نادي البطايح متاخرين في هذه المباراه. نادي البطايح لكن جويلر البحث عن الرد، هذه كره محاوله لشباب الاهلي، تسديده، الفرسان لا يتاخرون حينما يجدون انفسهم في الاختبارات الصعبه. من فقدوا اللقب في الموسم الماضي يبحثون عن استعادته مرة أخرى، اشتاقوا له كثيرا، يعادلون النتيجة، يعودون للمباراة. هدف جميل هذه المرة من الدبور، من الدبور، خرج الدبور من بين الجميع وأعطى لدغته الشهيرة، لدغة الله على الكعب، الله على قدم من ذهب، الله على هدف جميل جميل جدا، كعب الجميل، هدف الجميل، وعودة جميلة، عودة مثيرة، عودة تحيي المدرجات مرة أخرى. يا مؤنس دبور، الحل الذي البطايح. حارب عبد الله السيل، هل الوقت كافي يا شباب الاهلي؟ هذه كرة عبد الله السيل بتضيع بتمر من امام حارس المرمى. سدار
يسجل. اختار الوقت البدني الضايع، اختار الوقت البدني الضايع. سردار يضرب بالنار، يسجل هدف التقدم لفريق نادي شباب الاهلي، يسجل هدف التقدم لشباب الاهلي. ابتسموا اخيرا، ارتاحوا كثيرا 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 يا أزمون. كانت أزمة ولكل أزمة أزمون، لكل أزمة هناك أزمون يا شباب الأهلي، يا جماهير شباب الأهلي. نعم تأخروا من هدف التقدم، ولكن سردار أزمون أخيرا ضرب بالنار، حل الأزمة أخيرا، حل الأزمة أخيرا عن طريق أزمون. يسجل الهدف الثاني، الهدف اللي طالما انتظاره شباب الأهلي وجماهيره تنتفض من على مدرجات، يسعون لتحقيق اللقب في هذا الموسم، غابوا عنه في الموسم الماضي، يرونها كثيرة جدا هذا الغياب، ولكنهم يوعدون أنفسهم بلقب آخر، بابتسامة أخرى، بفرحة أخرى من هنا من البدايات. مصلحة فريق الشارقة، مباراة طبعا من جانب واحد حتى هذه اللحظات. هذه كرة والله، بدأ الملك، سجل الملك، سجل هدافهم، سجل كايو. 1-0 الآن للشارقة، وهذا الوضع الطبيعي بعد الضغط الكبير الآن، لكن ياهي عرضية وياهي نهاية رأسية. إذا الملك يتقدم الآن، شوف يا عيني يا عيني يا عيني، مرسومة رسم على راس كايو، يضعها في المرمى، يسجل أول أهداف هذه المباراة ليتقدم. نعم الضرحاني يا هو أسيست يا خالد، ياهي تمريرة يا خالد، ياهي روعة يا خالد على راس كايو. وكايو ما كذب خبر، كايو ما كذب خبر، بل هو الخبر الآن في هذه اللحظات. نعم كايو تعود من جديد، كمارا مر كمارا، أوه يا كمارا، أوه يا كمارا، أوه يا كمارا. نعم يبدأ الشارقة هذا الموسم بداية قوية، تسديدة ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى. يسجل الآن عثمان كمارا الهدف الثاني للملك. 2-0 الآن، 2-0. ياهي تسديدة، ياهي كرة، يا عيني أطلق صاروخ لا يصد ولا يرد، قذيفة في المرمى. إذن هدف ثاني الآن للشارقة عن طريق هداف الشارقة الثاني في الموسم الماضي، مسجل 9 أهداف، الآن أيضا يسجل هدف. وهنا احتفالية، أيضا احتفالية الآن، احتفالية للاعبي الشارقة بالهدف الثاني الآن في هذه المباراة. 2-0. هل سيكون هناك مهرجان أهداف في هذه المباراة كما فعل النصر؟ وايد راشد الآن في وسط الملعب باتجاه ماورو كاتانيتش. ضرحاني صانع هدف المباراة الأول، وهذه كرة الله ثلاثية للملك، يسجل الآن الوان، كل عرضية بهدف، كل كرة بهدف، ياهي عرضية وياهي صناعة يا الضرحاني. خالد الضرحاني الآن صناعة أخرى، شوف الكرة الماضية، يا عيني يا عيني. أوه لا ما أعتقد، هل اليد كان اليد ما في أوفسايد؟ إذا كانت باليد ما في أوفسايد. عموما راح نشوف الآن ما هو القرار، لكن ياهي عرضية يا خالد، ياهي عرضية يا خالد. ثلاثية للملك، وأنا ذكرت بأننا ربما نكون على موعد مع مهرجان أهداف اليوم، مهرجان أهداف. نعم يعني ما في، أكيد ما في، مع كل الاحترام والتقدير. هل يسجل الشارقة الآن الرباعية؟ فراس ضاعت
جول. اوه يا كمارا، اوه يا كمارا، عندما تضيق الحلول اسأل عن كمارا. كمارا كمارا فهو من يفرح الإمارة. نعم كمارا من يفرح إمارة الشارقة. يسجل الرباعية الآن بعد ما أضاعها فراس بالعربي. ثاني ركلة جزاء تضيع الآن في دورينا. شوف فراس ارتطمت، ولكن كمارا ياهي متابعة، ياهو حس يا كمارا، ياهو حس يا كمارا. اللعيب لعيب يا جماعة. لا تقول لي المباراة يعني في بدايتها، لا تقول لي ما نحكم على اللاعب من أول مرة، لا 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 لا, لا. اللعيب. الله يا كمارا، الله يا كمارا، لعيب. إذا رباعية الآن للشارقة، رباعية للشارقة. غاب طبعا في الموسم الماضي بسبب الإصابة، وهذه كرة بالخطأ الآن تعود فيتور. شوف الفرحة الآن، شوف الفرحة. هدف يسجل، نعم هدف يسجل الآن لدبا الحصن. أصبحت 4-1. هم يعلمون تماما بأن الفارق كبير فيما بينهم وبين فريق نادي الشارقة، لكن الهدف يسوى لهم شيء كبير، يعطيهم دفعة معنوية أيضا للمباريات القادمة. دبا الحصن إذا يسجل الآن بخطأ دفاعي بالفعل. شوف خطأ دفاعي اصطدم فيما بين شاهين ومايد، وخطفها فيتور وانطلق وسدد في المرمى ايضا ليقلص الفارق الان الى 3. 4-1. هذا فيتور. مهم جدا بالنسبة له أن تكون الأعين على كاكو، مصدر الخطورة والتمويل. الله، بلاسيوس حصلها والمحاولة خطيرة. الله، يبدأ العين المهمة عن طريق اللاعب الموهوب كاكو بلمسة جميلة، وهي ليلة الزعامة العيناوية، ليلة الأمة العيناوية بفرحة كبيرة. هكذا كانت البدايات. غلطة من المدافع، بلاسيوس حصلها وبلاسيوس مررها. عينك على التمريرة، وأمام كاكو الحل التهديفي موجود. أوبا كلام كبير. ركنها، ثبت الكرة في مرمى أحمد حمدان. انتهت الحكاية ما دامت بأقدام كاكو. يا كاكو هو من يبدأ الأهداف العيناوية هذا الموسم، هو من يسجل. ونظرات هيرنان كريسبو يعرف الطريق للمرمى لأنه كان مهاجما مرعبا هذا الأرجنتيني، وبالتالي شاهد النظرة إلى كاكو وشاهد الاحتفالية بعد ذلك إيجابية. كلما تقابلوا هنا عادوا بخسارة. هرب سفيان، من يوقف سفيان يا الله، هذا المحارب الذي لا يعرف طريق الرحمة، قاسي على الجميع، يوجع كل من يقابله. سفيان رحيمي هرب، سفيان رحيمي سجل، والعيناوي يضرب في مناسبة ثانية. هكذا المرتدات، هكذا الانطلاقات، يعشق المساحات. من يوقف هذا الهداف؟ من يوقف هذا المحارب المغربي الذي يصول ويجول ويسجل ويفعل ما يريد كما كان الموسم الماضي بهكذا انطلاقات؟ يأتي بانطلاقات، والله الله الله، نظرة، تصويبة، الشباك تتحرك والأفراح العيناوية تزداد والقلوب تتحرك. أصبحت ثنائية للزعيم في شوط المباراة الأول، وهنا الاحتفالية من جانب جماهير العين السعداء بالهدف الثاني. نعم إنه المحارب الذي يصول ويجول ويفعل ما يحلو له. موسم ماضي كتب فيه ما يحلو له، وهذا الموسم يبدأه بهكذا أهداف مثيرة. على مستوى النتيجة كاكو يستعرض، رحيمي في هذا المكان، المساحة، ويا حبا للمساحة، رحيمي الله. هنالك رجل حاسم اسمه لابا،
أفضل هداف تاريخي في مواجهات الفريقين يأتي بهدف ثالث. لابا يا لابا ينفرح قلوب العيناوية، يسجل هدفا جميلا، الصناعة من رحيمي. رحيمي يقدمها هدية لرجل لا يرد الهدايا. هنالك رجل حاسم اسمه لابا يظهر في المناسبات الكبيرة متى ما تحتاجه. الله 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 بكرة رأسية، سجل 12 هدف في مرمى خورفكان تاريخي، ويسجل الآن. هو أفضل من يزور شباك النسور في اليوم الموعود في المباراة المفضلة أمام شباك الفريق المفضل. ولابا يحتفل بطريقته، والجماهير العيناوية كمان وكمان. يا رحيمي يا رحيمي، يهرب لابا. التاريخ يفتح أبوابه للعظماء فقط. أهلا بالزعيم لابا في المئوية، يصل إلى هدفه رقم 100 في دورينا. لا يفعل ذلك سوى الكبار، ودخل التاريخ من الباب الكبير. عينك على كاكو، أي صناعة، أي هدية أوصلها إلى لابا. لابا يا لابا، التاريخ يفتح أبوابه للعظماء فقط، ولابا يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 تاريخيا في بطولته. الله الله الله، لمسة كانت كافية، وداها بعيد لكنها في شباك حمدان. نعم استقرت في مرمى أحمد حمدان. كمان وكمان أمة عيناوية لا تعرف إلا السعادة، إلا الفرح، إلا الانتصارات. الفرصة من جانب خورفكان. لورنسي راح، لورنسي عدى، لورنسي تقدم، تمريرة جميلة، فرصة، يا سلام. النسور تسجل هدفا من أجل العودة، وإن كانت الأمور صعبة وصعبة جدا، لكن كل شيء في كرة القدم. تمريرة جميلة ولمسة في مرمى خالد عيسى. يا سلام يا سلام يا سلام. جوناثان فييرا هذا اللاعب الأسباني الذي يقدم حضوره الأول بلمسة رائعة. يعيد خورفكان، يحرك شباك الزعيم، ويصل إلى هدف أول للزائرين. 4-1. اكتمال العناصر لعيبة الأجانب لأن خورفكان لا زال. وعندك لابا يرسلها. مرعب أنت يا لابا. هاتريك عيناوي. نعم هاتريك لابا. كمان وكمان ينفجر الهداف في شوط المباراة الثاني، يسجل ثلاثية ويصل إلى 5 أهداف كاملة للعين. لا تخطأ أمام لابا، يأتيك العقاب. قوية قوية في مرمى خورفكان. لكل قصة نهاية إلا حكاية العين، ستظل تروى للأبد، جيل بعد جيل، وإنجازات لا تتوقف لأنها كتبت عبر التاريخ. العين بمن حضر، وهذا هو لابا الذي يضيف هدفا خامسا وينثر السعادة على المدرج العيناوي في ليلة مرعبة، لكن مرعبا أنت يا لابا.